شُفت الشاب ده عمل إيه علشان يعرف يبطّل يسمع أغاني؟ شوف كده. اللي قدامك ده كان بيخش الحمام بالتليفون يقعد يسمع اغاني وهو بياخد شاور. كنت وانا مسافر على الطريق 12 ساعة بسمع اغاني خبط وترزيع علشان اعرف انام. ايه اللي حصل معايا؟ ايه اللي خلاني ابطل الاغاني؟ نزلت ستوري من شوية بقول ان انا بطلت اغاني. الناس سالوني عملت ده ازاي، هقول لكم ازاي. مبدئيا يا جماعة الاغاني كانت بتاثر عليا سلبيا جدا، مودي، تفكيري، كل حاجة بتتاثر بسبب الاغنية اللي انا بسمعها. قلت انا لازم اتغير، لازم اخرج من جو الكآبة اللي انا كنت فيه ده، لان مفيش سبب يكئبني اصلا. عملت ايه؟ دعيت ربنا، وكمان تاني حاجة الحمد لله دورت على صوت شيخ انا بحبه وبقيت اسمع صوت الشيخ ده على طول، بحيث ان انا لما اسمعه احس ان انا قلبي بيتعلق بالقرآن وانا فعلا بركز مع القرآن. واحدة واحدة فعلا قدرت ان انا انتهي من الاغاني، قطعتها ما بقتش بسمعها، بقيت بسمع بودكاست في حاجات تنمية بشرية وحاجات في شغلي علشان اتعلم. انت كمان تقدر تعمل ده، الموضوع مش صعب صدقني. انا كنت في حالة صعبة انت ما تتخيلهاش، بقول لك كنت باخد معايا التليفون الحمام اسمع اغاني وانا باخد شاور، يعني حرفيا شغل شعوذه وحاجات كده. الحمد لله ان ربنا نجاني. انت كمان تقدر تعمل ده، نيه صادقه وخطوات. امسح كل الاغاني، كل تطبيقات الاغاني اللي عندك امسحها، بدلها بحاجات ايجابيه تسمعها وقران تسمعه، وان شاء الله ربنا هيقويك. كمان حاجه تاني عايز اقولها لكم، 2026 كل يوم هنزل فيديو فيه حاجه ايجابيه لازم نعملها او حاجه سلبيه بطلتها وفرقت معايا. ده كان فيديو النهارده. سلام. ربنا يثبّتك ويهدينا لما يحب ويرضى. اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلوبنا على دينك، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم آمين.